السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. تعالوا النهاردة بقى هعمل معاكم كب كيك بس بالزبيب. وانا عارفة المشكلة اللي بتقابل كل الناس سواء في الكيك اللي فيه زبيب او في الكب كيك، ان الزبيب بيسقط في قاع الكيك او الكب كيك. تعالوا اوريكم ازاي تطلعوه متوزع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وواخد كل الكب كيكة كده متوزع في كل حتة فيها بطريقة سهلة جدا جدا. يلا بينا تعالوا نسمي بسم الله ونبتدي على طول فيديو النهاردة. اول حاجه هعملها ان انا جبت عندي صينيه الكب كيك وابتديت كده اوزع فيها الورق بتاع الكب كيك بالشكل ده، وهخليها معايا دلوقتي على جنب. وتعالوا بقى نجيب الخلاط بتاعنا علشان هنشتغل كل شغلنا في الخلاط. عندي اول حاجه تلت كوبايه من السكر، ومعايا كمان بيضه واحده، واهم حاجه في البيضه دي ان هي تكون طالعه بره التلاجة وتكون واخده معايا حراره المطبخ عندي. ومعايا كمان باكو واحد من الفانيليا البودرة هحطه عليهم، ومعايا رشة ملح يعني سنتوفة ملح كده من صوابعي هحطها عليهم. وبعدين هاخد كل المكونات دي واضربها كويس جدا، هضرب لحد ما السكر عندي يدوب، او احس ان الخليط بتاعي لونه فتح شوية، او اخليهم يتضربوا كده 3 دقايق. تمام لحد ما يبقوا عندي بالشكل ده. وبعدين معايا نص كوباية وعليها معلقة من الزبادي. الزبادي ده بيتي يا جماعة، اللي عملته معاكم قبل كده تحفة. بصوا متماسك ازاي، مش راضي ينزل اصلا. فجبت معلقة ونزلت بيها الزبادي بتاعي. وبعدين هحط معايا المادة الدهنية بتاعتي. معايا ربع كوباية زبدة وعليها ربع كوباية زيت، ومدوباهم بس كده. وبعدين هضيفهم على الخليط بتاعي. هبقى كاتبه لكم كل المكونات دي في صندوق الوصف، وهسيب لكم كمان فيديو الزبادي لو حابين تبصوا عليه. هضرب بقى كل المكونات بتاعتي دي مرة كمان لحد ما كل حاجة تمتزج مع بعضها كويس قوي. وهاجي بعد كده بقى على المكونات الجافة. للمكونات الجافة معايا كوباية وربع من الدقيق، وهحط عليهم معلقة كبيرة كده من النشا، وهحط كمان معلقة وربع صغيرين من البيكنج باودر، وهحط رشة البيكربوناتو الصغيرة اللي انتوا شايفينها معايا دي. اي كيك فيه فاكهه او اي كيك فيه مكسرات انا لازم بحط له بيكربوناته، بيساعد جدا جدا في رفع الكيك ده معايا بشكل كويس جدا. دلوقتي هقلب المكونات الجافه دي الاول، وبعدين هبتدي انخلها بقى كويس جدا. وبعد ما انخلها، والنخل كمان مهم جدا جدا، بيساعد برضو في هشاشة وطراوة الكيك بتاعي او الكب كيك، فبرضو لازم تنخلوا المكونات الجافة دي كويس. بعدين بقى هضيف عليها المكونات السائلة دي، ومش هسيب سنتوفة كده في الخلاط، الحاجة غالية يا جماعة. فهنزل كل حاجة كده، وبعدين هبتدي بقى اقلب من النص زي ما انتم شايفين وزي ما انتم متعودين معايا في الكيكات بتاعتي. بقلب كده من النص في نفس الاتجاه، وبعدين ببتدي اخد اللي على الاطراف، وبرضو ببقى شغالة في اتجاه واحد. هتلاحظوا معايا هنا قد ايه الخليط بتاعي خليط تقيل. هو انا فعلا عاوزاه خليط تقيل بس مش بالدرجة دي، فانا علشان اخففه شوية واوصل للقوام اللي انا عايزاه هبتدي كده اخففه باربع معالق من المية او اقل من ربع الكوباية كده. انا حطيتهم مكان كوباية الزبدة ونزلتهم على الخليط بتاعي، او ينفع جدا تبدلوهم بلبن. وهبتدي كده امزج الخليط بتاعي بشكل برضو في اتجاه واحد لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. وهو ده القوام اللي انا عايزاه، قوام تقيل اتقل بكتير من الكيكات العادية. وهو ده السر اللي هيخلي الزبيب يفضل متوزع معاكم بشكل متناسق وشكل كده مظبوط جوه الكب كيك. دلوقتي انا ضفت نص كوباية من الزبيب الاحمر القمر ده، طعمه بجد حلو قوي قوي. لو لقيتوه ان شاء الله باذن الله هاتوه. هبتدي بقى اقلب الكيك بتاعي مع الزبيب برضو في اتجاه واحد لحد ما احس ان الكيك بتاعي اتوزع فيه الزبيب بشكل مناسب. وكده ابقى انا خلصت خلاص الكب كيك بتاعي. هبتدي بقى اجيب الصينيه بتاعه الكب كيك اللي فيها الورق اللي انا حطاه ده، وهبتدي اوزع الكب كيك عندي في الورق ده بمعلقه كده او بمعلقه الايس كريم، اي حاجه متوفره. انا دايما بستخدم الاسهل يعني واللي موجود عند اغلب الناس. فانا دلوقتي اخدت معلقه كده، وهبتدي بالمعلقه دي اوزع الكب كيك بتاعي في الورق بالشكل ده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها.
انا بس هنا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه وانتوا بتوزعوا الكب كيك. الكميه اللي احنا هنحطها، كميه الخليط اللي احنا هنحطها جوه ورق الكب كيك لازم تعدي نص الورقه بشويه، يعني علشان ناخد الارتفاع الحلو اللي احنا بنشوفه في المحلات او بنشوفه في التلفزيون لازم الخليط بتاعي يكون معدي نص الورقه بشويه. لو خليتوها لحد النص بالظبط هتديكم ارتفاع لحد اول الورقه بالظبط، وانا اعتقد ان انتوا مش بتفضلوا كده، فانا بحب ان احنا نخلي الخليط فوق النص شويه فتديكوا ارتفاع حلو قوي زي اللي بتشوفوه في المحلات وبيبقى شكلها قمر. انا خلصت الكميه اللي عندي، عملت معايا 10 وحدات. هدخلها دلوقتي بقى على الفرن، عندي فرن متسخن على حراره 180. انا اخدت معايا بالظبط 17 دقيقه وطلعت بالشكل القمر ده. شكلها اللهم بارك حلوه قوي، لونها ما شاء الله تحفه، لونها مظبوط قوي قوي زي ما قلت لكم. انا اخدت معايا 17 دقيقه، انتوا تابعوها كده لو هتشوفوها من الازاز، او لو مش هتشوفوها من الازاز افتحوا عليها بعد 13 دقيقه كده اطمنوا عليها. وهي طالعه معايا ما شاء الله زي الفل، طريه قوي وهشه قوي ومستويه وما شاء الله تحفه. وينفع جدا طبعا تحطوها للولاد في اللانش بوكس، او هو ده اصلا الغرض الاساسي اللي احنا بنعملها علشانه، ان احنا نحطها لهم في اللانش بوكس. بصوا انا هفتح معاكم واحده. انا فتحت دي لقيتها ما فيهاش زبيب خالص، فتقريبا دي كانت في اخر العجينه برده فاضيه، بس برده حبيت اوريها لكم. تعالوا بقى بصوا هوريكم، شايفين الزبيب متوزع ازاي؟ باين جدا ان هو متوزع حلو قوي. بصوا ما شاء الله، يعني الزبيب فوق وفي النص وتحت وفي كل حتة متوزع في الكب كيك كلها ما شاء الله اللهم بارك. وكده انا خلصت معاكم فيديو النهاردة. اتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم، واتمنى ان هو يفيدكم. وما تنسوش بقى لو عجبكم تعملوا له لايك وشير كتير مع اصحابكم، وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس علشان اي حاجة جديدة انزلها توصل لكم على طول. وكمان ما تنسوش الفولو على الفيسبوك. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد مع وصفة جديدة. كنت معكم اسماء، والسلام عليكم.